ايوا خوتي اللي ما نعاودلكم كل السبحاش خرافة. كيفاش وصلت لواحد الدرجة حتى شديت راجلي وبقيت وقت 3 صلحت وسلخة حاشاكم ديال الكلاب. تبعوا معايا تفاصيل وغتعرفوا واش الحق فيا ولا فيه. غنبدا لكم قصتي خوتي من الأول. أنا بنت عادية، بنت مغربية، عشت في أسرة بسيطة ما عندناش وما خصناش، ولكن كانت عندي الشغف للقراية وبغيت نوصل بأي طريقة. ما كنتفلا كي كاع البنات وكنعيش المراهقة بحال البنات. كنت مرجلة من صغري، كانت عندي واحد الفورمة بحال ديال الولاد. كنت باغا نقرا ونتوظف ونعاون والديا وحتى أنا نشري داري ونشري طونوبيلتي ونكون مستقلة بحياتي. هذه الفكرة سبحان الله العظيم من الصغر وهي كتراودني. وكان الأب ديالي ديما كيقول لي انت راه ماشي عندي بنت في الدار، راه كاين عندي راجل. وفعلا ما كانش فيه حس الأنوثة نهائيا. كنت مرجلة، كنت كندير راسي بحال شي ولد. ما كاينش اللي كيتصار عليا ولا كيجي يتصار عليا ولا كيهضر معايا نهائيا، لحقاش كنت فارضة شخصيتي في المجتمع ديالنا. وخوتي ما نكدبش عليكم، قريت مزيان وكيجيب نقاط زوينين، والآباء ديالي كانوا مفتخرين بيا، خصوصا الأب ديالي كان كيفتخر بيا قدام العائلة وقدام صحابه. وكنت ديما الحمد لله محمرة لي وجودي كنجيب نقاط زوينين وكنجيب جوائز. كنت كنجي أنا الأولى في القسم. المهم لحد الباك، قريت في الباك خديتو الحمد لله موسيو. وليت كندفع، وليت كندفع في الخدامة. ما بقيتش باغا نضيع وقتي في لافاك ولا ندير هاكا مثلا هاكا ديستيا ولا شي ديبلوم. قلت علاش من الباك نخدم نيشان. هادي هي الفكرة اللي كانت عندي، لحقاش كنشوف الولاد والبنات ديما كيقراو في لافاك أو ديستيا كيشدو ديبلومات وكيجلسو في الدار. قلت علاش غنضيع واحد 3 سنين ولا 4 سنين من حياتي، هادوك 3 سنين ولا 4 سنين ندخل نخدم فيها نيشان، خصوصا جبت تبارك الله 17 في الباك. المهم دفعت في بزاف د الخدامي، عيطات لي واحد الخدمة اللي زوينة بزاف، هو أنني نخدم مسؤولة في واحد الشركة، واحد الشركة اللي معروفة ولا داعي لي ديك الأسماء. المهم شديت منصب زوين وشديت بلاصة زوينة وشديت حتى صالير زوين لا بأس به. في البداية ديالي كنت نتخلص واحد الخصة اللي زوينة بزاف، لأغلبية الموظفين في المغرب ما كيتخلصوهاش. المهم خوت بديت الخدمة ديالي وليت كنشد هداك الصالير ديالي كنخبي شوية، وكنعطي لوالديا شوية وكنصرف على راسي شوية. المهم مرة ديال الزمان، وأنا بالطبع ديالي ما كندير لا علاقات، ما كنتصاحب لا مع بنات لا مع ولاد، كان نيشان كنمشي للدار، كنمشي للخدمة ومن الخدمة للدار ومن الدار للخدمة. إيوا خوتي حتى نتلاقى بصاحب دعوتي كيما كنقولو براجلي. تلاقيت أنا وياه، تلاقينا غير صدفة تا هو خدام خدمة زوينة. قلت ليه شوف أنا نهار الأول شرط عليك، قلت ليه أنا ما كيعجبني لا الخروج لا كندرج لا حتى شي حاجة. ما كيعجبنيش التفل ديال التصاحب والخروج وندورو في الزناقة ونخيطو والدروبة. إلا عجبتك الناس وبغيتيني أجي خطبني من دارنا. كنت قاصحة معاه في الأول وكنت جدية، إنسانة ما جيتو الصراحة، كيقولوا المثل قاصح أحسن من كداب. المهم السيد فاش خصحت معاه في الأول صافي براجع، مشى لواحد المدة تقريبا واحد شهرين عاد رجع عندي. قال لي حتى فكرت مزيان وشتك راكبتك وشت إنسان ما داخلة راسكم معقولة، أنا نجيب دارنا ونجي نخطبك. لحقاش هو دارهم في واحد المدينة بعيدة على دارنا. إيه داروا معنا ربعي جا لدارهم خطبوني. درت أنا وياه واحد الخطبة على قد الحال، ما خسرتش فيها الفلوس بزاف. أنا منك النوع اللي زقرامة، ما نكدبش عليكم، يعني ماشي زقرا مثلا داك أقصى حد، ولكن ما كنبغيش نضيع فلوس في الخاوي. المهم دوزو الكلمة معانا صافي، حددنا وقتاش العرس، ما درناش العرس، درنا غير صدقة وحفلة قليلة. على أساس أنا قلت لكم ما كنبغيش نضيع فلوس بزاف وما كنبغيش نخسر فلوسي الخاوي. أنا بالنسبة لي العرس وداك التخربيق ديال النقافات والعمارية والدفوع داك الشيء غير تخربيق وهم ديال الفلوس. درنا حفلة على قد الحال، جبنا غير المقربين والعائلة القريبة لي بزاف صافي وعائلته، ودرنا واحد الحفيرة ورحت للدار. بدينا في الأول أنا ويا الشركة لي باش نتحول من المدينة لي كاينين فيها دارهم، لحقاش هو الخدمة ديالو هاولو تما. أنا في الأول لقيت صعوبات وطلبت من الشريك أنني نمشي لهاديك المدينة الفرع اللي عنده في هاديك المدينة نخدم فيه. ما نكدبش عليكم لقيت صعوبات كثيرة لمدة تقريبا شي 7 شهور ولا 8 شهور وأنا كنتقاتل باش نمشي لهاديك المدينة.
والأخيرا تحاولون تما وليت خدامة تما قريبة راجلي، عائلتو قريبة لينا بزاف ولكن دارنا بعادة ليا. المهم بقيت ساكنة أنا وراجلي في الأول قال لي ندفعو في كريدي وناخدو بارتما، قلت ليه لا، كنت رافضة هاد الفكرة، أنا كنفضل أنني نجمع الفلوس ونشري داري طعنان ولا نبقى نهز في كريدي ونتجرجر في الأبناك. صافي كريت أنا ويا دويرة، بقى بحال راه هو، وأنا مرة كنروح في الدار وكنصرف معونة في المصروف ديال الدار. إيوا خوتي واحد المرة لحقاش المدينة اللي ساكنة فيها أنا هي مدينة ساحلية فيها البحر، فيها مدينة ديال السياحة، جو دارنا هدي ولكن ما جلسوش معايا، جاو كراو واحد البارتمون مرة كيجيو عندي، بركو تقريبا كراو شي 15 يوم، كيجيو عندي كيتغداو ويتعشاو وكيمشيو باسو لدارهم، مرة كنمشي عندهم أنا، هو السيد يتقلب عليا، خرج كرونو وخرج ودني وخرج عيني وقال لي واش انا مقصرة على داركم، واش هاكا خطبت عليا وهاد الشي دارنا راه ما ساكنيش معايا وما جالسيش معايا في الدار، جو غير ضيفي. قلت لي صافي ما تصرف حتى شي درهم من جيبك، أنا دارنا أنا قادة بي ما نصرف عليهم. قلت لي العيب والعار لا صرفتي شي درهم من جيبك، هادشي علاش بدا المشكل. صافي مشيت للمرجان تما مالي الخير تقديت هداك الشي اللي خاص، دوزو والديا وعائلتي هاديك 15 يوم مشاو في حالاتهم. عائلتو قريبة لينا بزاف، تا هما كيجيو مرة يديرو كسكروب، مرة يتغداو مرة هادي. واحد النهار عيطلي وقال لي راه مي وختي راه جايين يتغداو معاك. إيوا أنا ما نكونش من العاكسين، مشيت للثلاجة كاملة كاع داكشي اللي فيها هي الدجاج، المهم راكم عارفين الثلاجة تيكون فيها المواد الغذائية كاملة، جمعتها في واحد الصاك ديال كبير، الصاك ديال المرجان، زيتها عطيتها لواحد السيد عساس في سبيل الله، قلت ليه هاكا سير رزقك جابو لك الله. هذاك السيد مسكين كيدعي معايا الله يسهل عليك بنتي، الله يرحم لك الوالدين. صافي طلع جمع الدار، نقيت حالتي قديت حالتي حتى انا كنخرج من الخدمة مع ديك تقريبا وحدة ونص جوج، بقيت جالسة في الدار بحال شي ضيفة، بحال أنا اللي غادي ضيفة عندهم. جاو الناس جالسين بقاو جالسين وأنا كانوا كي كنهضر معاهم، كنضحك ودايرة براسي ما فاهمة تا لعبة. إيوا خوتي درت راسي راه ما كنعرف حتى شي حاجة، ما درت لا غدا لا كسكروت لا حتى شي حاجة، بقاو جالسين معايا حتى جا هو مع تقريبا مع ديك 4 العشية، فاش جات في الكوزينة كيعقرقب في الكوكوط قال لي واش درتي شي غدا؟ قلت ليه ما درت حتى شي حاجة. قال لي واش امي تغدات؟ قلت ليه لا ما درت والو. قال لي ياك على متى قلت لك راه يجيو يتغداو؟ قلت ليه لا، قلت ليه ما عندي والو في الدار وما عنديش تقدري واش تقديسي ليا؟ وقال لي لا، علاش انت ما ديباريش من عندك؟ علاش داركم فاش كانوا تيجيو كنتي كطيبي ليهم كلشي؟ علاش انا فاش جات امي اختي باش تغداو معاك ما درتيش ليهم غدا؟ صافي مشيت انا جلست مع مو اختو، السيد جا عندي الصالون برك يعرعر وبرك تيهرس تيهكا في الطوابل، استفزني وانا ما نكونش من العاكزين اخوتي، مشيت نيشان للبوطه، حيت هداك التيو ديالها شديتو شنقص عليه وبرك سنعطيه، كنعطيه بالتيو ومو كتجر اختو كتجر عاوتاني بقيت تنعطيه بالتيو تنعطيه حتى كلو تزوق، كيحاول يخدي التيو ولكن انا غلبت عليه، لحقاش البنية ديالي بحال ديال شي راجل، غلبت عليه جبات حوايجي وقلت لبابا الحباب. دابا حاليا خوتي انا وياه في محاكم نطلبو، وهذا هو السبب الرئيسي علاش فاش جاو عائلتي قال لي انا ما نصرف معاك حتى شي ريال، وفاش جاو عائلتو بغاني انا نوكلهم ونصرف عليهم، لحقاش هو اللي بدا، وانا اليوم التجأت ليكم نعاود لكم قصتي وبغيتكم تحكموا كاملين بالحق، شكون اللي ظالم في هاد القصه هادي؟ واش يستاهل هذاك القطه ديال العصا ديكلا ولا انا ظلمته؟ لحقاش انا انسانه ما كنحملش الظلم وما كنحملش اللي هكرني واللي ظلمني. عطيته قتله ديال العصا ومو حلفات فيا وقالت لي الا بقيتي مزوج بها راك ماشي راجلي. المهم انا ما كنذبش عليكم، السيد خرج لي من خاطري فاش دار معايا ديك الحسابات ديال والو ما حملتوش، وبغيتكم كاملين تحكموا بالحق، واش انا ظلمته ولا كنت متسرعه في هادشي اللي درت، ولا هو اللي خاصو ياكل نيت هذاك القتله ديال العصا ويعرف العيالات علاش قادين. ايوا خوتي هذه قصتي، شكرا لكم مصباحا وخليتكم في الاخر.